العالمين بين لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، وفي رواية قارئ، يعني حمل القرآن فهو يتلوه، ثم يدنيه الله رب العالمين ويقرره ويذكره بنعمه عليه فيقر بها ويذكرها، فيقول ما عملت فيه، يقول تعلمت العلم وعلمته لأجل كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وعلمته ليقال عالم، وقرأت القرآن لا لأجلي وإنما ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وآخر يأتي بأمر عجيب، والمرء عندما يتأمل فيه تأخذه لا أقول الرعدة وإنما تأخذه الزلزلة، نسأل الله الثبات والعافية. كيف يصل الرياء بالمرء والنفاق في حبة قلبه إلى هذا الأمر الخطير، أن يموت من أجل أن يقال عنه بعد أن يموت، بعد أن يهلك، حيث لا ينفعه القول في شيء، لا هو بالذي في الحياة يغزوه، ولا هو بالذي في الحياة يرويه، ولا هو بالذي في الحياة يكسوه، ولا هو بالذي في الحياة يضره ولا ينفعه. وثناء الناس في المنتهى ينحل إلى شيء لا يفيد، ثناء الناس في المنتهى ينحل إلى كلام لا يفيد. أنت عالم، أنت جليل، أنت بطل، أنت نبيل، أنت همام، أنت عالي القدر، إلى غير ذلك، كل هذا في المنتهى لا يسد جوعه ولا يواري عوره. فأي شيء ينحل الثناء في المنتهى إلى كلام لا يفيد، ولكنما نأخذه من زاوية أخرى، لأن الله رب العالمين جعله علامة على شيء، فلنأخذه من هذه وحدها، وأما ما عدا ذلك فلا قيمة له في حقيقة الأمر. ما الذي جعله الله رب العالمين علامة عليه هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما أخبر أن الله رب العالمين إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وطاقة الحب في نفسه لا تسعها نفسه وهو من هو، فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا عبده فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يجعل له القبول في الأرض. فالثناء الحسن هو عاجل بشرى الله رب العالمين للعبد المؤمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه وحدها، وإلا فهو مجردا بتجريد لا يسد جوعة ولا يستر عورة، وينحل في المنتهى إلى كلام لا يفيد. ولكن انظر إلى تغلغل ذلك الأمر في مسارب النفس، كيف استحوذ عليها، وكيف صارت في مخالبه الشيطانية، وهي مخالب من حديد محمي في النار وبئس المصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة برجل قتل شهيدا في ظاهر الأمر في سبيل الله رب العالمين، يعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: قاتلت لأجلك حتى استشهدت فيك. استشهدت فيك، هي دعوة كبيرة عريضة ليس لها من حاجز ولا ضفة، وليس لها ولا عليها من شاهد ولا إمام ولا برهان. يقول: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، إنما قاتلت ليقال شجاع. سبحان الله العظيم. انظر ماذا يصنع الرياء بالعبد، يستفزه، يحركه، كأنما يحمله على أجنحة من أجنحة الشياطين، إن كان للشياطين أجنحة، يحمله على متن الشيطان الرجيم، يستفزه لكي يجعله
سواء النار وبئس القرار، يخرج بذاته وماله بروحه على كفه يرمي بها في مهاوي الردى، لا لشيء إلا لكي يقال جريء. وأي شيء هذا إلا لكي يقال شجاع. وأي قيمة لها إذا ما قضى فمضى فانتهى أمره فمات، لا شيء. يقول الله رب العالمين كذبت، إنما قاتلت لكي يقال فلان شجاع. حتى الموت لا يخرج الرياء من القلب إلا بالممات، فإذا ما تلوثت به الروح فتنجست به فدخل في مساربها فاستحوذ عليها، فلن يخرج منها إلا بخروجها ولن يخرج، وإنما تعود إلى الله رب العالمين لكي يقول الله رب العالمين لمن يحملها من الملائكة في أكفان من ثياب أهل النار محنطة بحنوط من حنوط أهل النار: اجعلوا روح عبدي في سجين وأرجعوها إلى الأرض، فلذلك تكون كذلك إذ هي نجسة ملوثة. سوء الخاتمة وحسنها أمر شخصي جدا، وأمر بغاية من السرية فيما بين العبد وبين نفسه، فعليه أن يتأمل فيها، فإن الموت يأتي فجأة، وإن الله رب العالمين لا يمهل الذين يتكبرون يخدعون، ولكن هيهات، فإن الله رب العالمين خادعهم وهم يخادعونه جل وعلا، ورب العالمين لا يغالب ولا يغلبن مغالب الغلاب، والله رب العالمين على كل شيء قدير.